السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هندمس فول، بس هندمسه في الحلة. بصراحة الدمسة بتاعتي وقعت اتطبقت خالص، فمش هتنفع خالص ان انا اعمل فيها. فهوريكم ان انا مش هتوقف على الفوالة، فانا هعمل في الحلة بتاعتي. انا عندي كوباية ونص فول، تمام، غسلاه منقياه وغسلاه كويس، تمام، ونص كوبايه عدس مغسول، وعندي بابريكا، وعندي كركم. هنقول هنعمل ايه باذن الله. انا نقع الفول ده يا بنات 3 ساعات. انا ما بنقعوش من بالليل. ليه بقى؟ اقول لك على حاجه. لو نقعتي الفول من بالليل يا بنات لتاني يوم، الفول بيجلد، القشره بتاعته بتبقى جامده، ما بينفعش انك انت يعني بتطلع من الفول على طول. القشره بتاعت الفول بتتشال كده على طول من الفوله مجرد انها بتتحط على النار. فاحنا هنقعه ساعتين 3 بالكتير خالص. انا بعمله كده على طول. واحنا غاسلين الفول كويس جدا، منقيينه وغاسلينه كويس جدا. هي كوبايه ونص فول ونص كوبايه عدس ونص معلقه بابريكا صغيره ومعلقه كركم صغيره، بس انا مش هحتاج ازيد من كده. وهنملى الحله دي ميه ونقفلها كويس، وهنقول هنعمل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا معانا ميه، بس كده. وهنحط العدس بتاعنا برضو ده متنقي ومغسول، وهنحط الكركم والبابريكا، بس كده، مش هنعمل زيادة عن كده. وهنغطي حلة الفول بتاعتنا كويس جدا، ما نفتحش عليها، مجرد انها تغلي. بعد كده هنوطي النار زي الشمعة ونسيبها على الاقل 4 ساعات. على الاقل ما تفتحيش عليها. انت كده مزوده ميه، يا دوبك تغلي غلوه وتوطي النار زي الشمعه، غلوه واحده وتوطي النار زي الشمعه. اقل حاجه بيقعد الفول من 4 ل5 ساعات. انا دلوقتي هحط الحله بتاعتي على النار، مش هفتح عليها خالص طبعا علشان الفول ما يسودش. لو فتحتي على الفول هيسود. انا هوريكي دلوقتي هتعملي ايه، وهنشوف مع بعض هنعمل ايه على البوتاجاز. اهو يا حبايبي الفول على في الحله على البوتاجاز، يا دوبك هيغلي غلوه، وهنوطي عليه زي الشمعه ويقعد 4 ساعات. ما تفتحيش عليه قبل ال4 ساعات، بس تكون النار زي الشمعه. بسيطه جدا جدا جدا. واحنا بعد ال4 ساعات هنشوف الفول حصل فيه ايه باذن الله. وهو يا بنات شكل الفول بعد ما استوى بسم الله ما شاء الله بقى زي الزبده بعد 4 ساعات. يعني تقريبا قعد 4 ساعات وربع، واستوى بقى زي الزبده بسم الله ما شاء الله. وشايفين اللون بتاعه جميل جدا. لا احتجت رز ولا احتجت فول مدشوش ولا احتجت اي حاجه. بس انا ما رضيتش اغرف لك من الحله على طول عشان بقى شكلها بصراحه ما يسرش بعد ما اتغلت، فشكلها ما يسرش. فانا دلوقتي معلش سامحوني، انا حطيت لكم الفول في الطبق بس عشان تشوفوا للامانه، عشان يبقى قدامكم الفول بسم الله ما شاء الله زي الزبده. شايفين بسم الله ما شاء الله. لا نحتاج رز ولا نحتاج عدس، قصدي مش هنحتاج رز ولا الفول مدشوش ولا قمح ولا اي حاجه. هو العدس والكركم والبابريكا بتاعتنا وخلاص على كده. والفول بسم الله ما شاء الله شايفين زي الزبده. ده كمان ايه، لسه ما عملنالوش اي حاجه، لا حوجناه ولا عملناه بالطرق بتاعتنا. احنا عندنا كذا طريقه للفول هتخليكي كانك بتاكلي كباب بالظبط مش فول. وان شاء الله يا رب يعجبكم طريقه التدميس بتاعتي. معلش بقى انا سامحوني عملته في الحله، بس ان شاء الله لغايه ما ربنا يكرمني واشتري دماسه غير اللي باظت. وان شاء الله يا رب يعجبكم الفيديو، ولايك وشير وسبسكرايب لو عجبكم الفيديو باذن الله. ومعاكم قناه الاكل على اصوله من مطبخ ام لولو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.